السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والفل والياسمين على أحلى وأغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة جدا من آخر فيديو فات. النهارده بقى رجعت لكم بروتين جديد كله تنشيط وطاقة إيجابية. النهارده بقى لما هوريكم لما يومي يبدأ من الفجر بتكون النتيجة ايه. النهارده بقى بدأت من الفجر، قومي بقى اتوضي وصلي كده وقري شوية أذكار الصباح والمساء وشغلي عود بخور وكمان اقول لكم ازاي بنظم هتحسي ان يومك كده مليان بركة وتحسي براحة نفسية غير طبيعية. بس تابعيني لآخر الفيديو وإن شاء الله هتستفيدي منه. بس قبل ما ابدا الفيديو يلا بقى صلوا على الحبيب. عايزه اقول لكم كمان ان الصحيان بدري والنوم بدري صحه. يعني يا بخت اللي تقدر كده تصحى بدري وتخلص شغل بيتها كله كده وتبقى قاعده بقى بقيه اليوم كده وراها بقى شويه حاجات خفيفه كده. النهارده بقى اليوم بتاعي كان مسحوم جدا جدا يا حبايبي. كان عندي حاجات كتير قوي مرتباها النهارده، وده ليه؟ لان مش هغسل هدوم النهارده، فقلت لا اعمل بقى النهارده كذا حاجه. وطبعا هبدا يومي بايه زي ما قلت لكم. بصحى في فجر اتوضى واصلي واقرا شويه اذكار كده واسبح ومش عارفه وفي الاخر بقى قمت بقى لميت المطبخ بيبقى مكركب على الاخر، لميت كل المواعين علشان اغسلها. اما بحس ان انا بغسل المواعين بحس ان المطبخ بيروق معايا. وكمان بيبقى عشان اروق المطبخ وانضفه واكنسه وامسحه ومش عارفه لازم المواعين دي تتشال من المطبخ. بغسل المواعين واخش اكفيها في قلب المطبقيه والصفايه المعلقه احطها في صفايتها ومش عارفه وطبعا انتوا عارفين انا ما عنديش مجاري فبغسل المواعين في البحر. كل المنطقه هنا يا جماعه بتغسل المواعين في البحر. ما انا كمان بقى زي ما اكون اتعودت. انتوا عارفين ان انا بروح عند اهلي انا بقى بحس لما بقف اغسل المواعين كده على الفاضي ان انا في حاجه مش مظبوطه، لان خلاص اتعودت على غسيل المواعين في البحر. كمان بقى النهارده هنزل تحت في قلب الغيط علشان بقى اجيب اكل للجاموسه اكلها، وكمان هعمل بقى كده شويه قرص طريه حلوه جدا جدا، تنفع للفطار تنفع للعشاء تنفع لاي حاجه. بس انا قلت بقى انا دلوقتي غسلت المواعين، لو انا هنزل بقى في قلب الغيط دلوقتي بيبقى فيه ندى دلوقتي في قلب الغيط والزرع بيبقى عليه ندى. ما ينفعش ان انا انزل دلوقتي والزرع بيبقى عليه ندى واحش درايه وكده. فقلت لا بدل ما انا الاكياس دي مش سمره انا اغسل المواعين انا بغسلها بقى كده بالصابون. كمان بقى الاكياس دي وبشطفها كويس جدا بالميه ما برميهاش. وكمان بتنفعني برضو في اي حاجه، بدل ما اروح اشتري مثلا ب10 جنيه اكياس او ب15 جنيه اكياس، لا انا بغسلها كده وانشرها في الشمس وبعد كده بقلبها برضو الناحيه التانية وبحط فيها اي حاجه انا محتاجاها. ممكن احط مثلا فيها فرخه فيها حاجه اي حاجه ما ممكن تحط في التلاجة. القرص اللي انا هخبزها النهارده ديت اغسلها واحطها فيه. الاكياس دي بتبقى جايه اصلا من الفرن بيبقى مكانها برضو عيش طابونه وكده فما برميش، تبقى اكياس يعني نظيفه. انما الاكياس السمرة كلها برميها اعبي فيها زباله. لازم تستغل اي حاجه موجوده عندي. هنا بقى الشرابات كانت بتاعه البنات كانت كلها بصراحه طين، قلت اخدها برضو معايا كده في البحر اغسلها بقى عشان نروقها بقى كده في البحر وننزل بقى كل اللي فيها، لان البحر والله العظيم بينضف. عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي كانت الساعه خلصت المواعين بقى وكده كانت الساعه 8 الصبح. دخلت بقى كفتها قلت لا لسه في ندى برضو عشان الشمس تحمي على الزرع هعجن القرصه الاول. دلوقتي بقى نقعد نعجن القرصه. معايا هنا اللهم صل على النبي 8 كيلو من السمنه وحطيت عليهم لتر من اللبن الرايب بس انا ضرباه في الخلاط ورشه من الملح، ونزلت عليهم بالدقيق 2 كيلو من الدقيق، وبعدين الخميره صبع كبير كده من الخميره البيره، وبعدين مع 3 معالق من السكر. قلبت الخميره مع السكر مع نص كوبايه ميه دافيه ونزلت عليها بالخليط بتاع الدقيق، وهبدا بعجن ده كله لحد ما تبقى عجينه ناعمه معايا. هغطيها كده في قلب البطانيه واسيبها لحد ما انزل الغيط واجي. انا قلت بقى استغل برضو الوقت، ما انا قلت لكم بقى ان احنا هنعمل كذا حاجه النهارده واليوم كان مسحوم جدا. انا قلت بقى على ما العجينه بتاعتي تخمر بتاعه القرص انزل بقى تحت بقى اكسب وقت واجيب شويه اكل بقى عشان ناكل الجاموسه بتاعتي عشان ما تقفش جعانه، لان انتوا طبعا عارفين ان لما العجينه تتعجن هعوز اقعد ابططها واخبزها واخبز القرص وابططها وكده. فانا قلت بقى اكسب وقت. نزلت بقى الغيط اهوت حش شويه الذريه دولت علشان بقى انتوا عارفين ان الواحد بقى لوحده، والبنات ما بتعرفش تحش ولا تعمل اي حاجه بصراحه في الغيط. قوموا بقى تنشطوا كده وتشجعوا معايا. لو وراكوا بقى اي حاجه قوموا عشان بقى تعملوه. وزي ما قلت لكم الشغله البدريه منسيه، الواحد لما بيصحى بدري بينجز كذا حاجه ويخلص اللي وراه. وعايزه اقول لكم ان انا بعد ما خلصت بقى حش الذريه اهوت ربطتها كده بشويه كده بالحبل وشلتهم على دماغي اهوت وهطلع بقى كده بيهم من الغيط. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت مستعجله ان قعدت في الذريه ديت يجي ساعه. كنت خايفه احسن العجينه تخمر، انا كمان مش عايزه العجينه بتاعتي تخمر قوي
يعني عايزاها تخمر نص نص كده، يعني العجينه تتضاعف حجمها بس مش اكتر من كده. ده بقى اما الواحد يبدا يومه بدري بيبقى النتيجه كويسه جدا، بينجز كذا حاجه مع بعض. بعد ما طلعت بقى من قلب الغيط اكسر بقى الذريه ديت. هي كانت صراحه ما هياش يعني، كانت رفيعه كده وبس، هي ماشيه الدنيا، هي نشفت شويه بس بمسكتها كده بقى بالمنقره وهقعد اكسر بقى فيها كده زي ما انتوا كده شايفين. وكنت شربت الجاموسه بتاعتي بقى سقيتها، وهاخد بقى الذريه دي كلها ارميها بقى هرميها للجاموسه عشان تاكلها. الناس بقى اللي عارفيني واللي موجوده معايا القناه عارفين طبعا انا بقوم بدري بدري، اخلص شغلتي بدري وادبر نفسي وادبر اموري. اليوم اللي مفيهوش فيه غسيل هدوم، مفيهوش فيه بقى تنظيف عميق للشقه، مفيهوش فيه كده، بحط فيه مثلا هعمل كام صاج قرص بعملهم، في كنس للطيور بكنس مش عارفه ايه كده. بحاول ان انا انظم وقتي. وانت كمان ما تحطيش شغل بيتك كله في يوم واحد، شغل البيت كله في يوم واحد وغسيل ستاير وبطاطين وبلاط ومش عارفه ايه، وتلاقي نفسك بقى قعدتي وبقى تقعدي يومين تعبانه. لا، كل يوم اعملي فيه حاجه عشان ما تتعبيش. بعد ما خلصت رميت لها بقى الاكل اهوت، هتقعد بقى هي تاكل. انا كده بقى ظبطتك كده يا حاج، تاكلي وتشربي، شربتي اهوت اكل وكلت شربت وشربتي. اخش بقى عشان نبطط القرص. شايفين العجينه ما سبتهاش لحد ما ملت الحله، يا دوبك كده خمرت نص تخميره كده. هبدا بقى اكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويا ريت تبقى كلها كده مقاس واحد وقد بعضها. بعد كده بقى البنات طلبوا مني ان هم عايزين شويه محشيه بالبطاطس. قلت لهم قشروا بطاطسايه وخرطوها كده مكعبات وحطوها بقى تتسلق. وبعد ما اتسلقت بقى دعسناها كده بشويه ملح وفلفل وكمون وشويه شطه وهرسناها وسبناها. هنا بقى هوت القرص اهي بتاعتي كانت اول ساجة هوت، فاضل واحدة بقى كده هبططها وبعدين امليه. ما تخليش القرص بتاعتك رقيقة قوي، هي بقى الجو حر وكده كده هتشيل معاكي. وعايزه اقول لكم ان الطريقه دي جميله جدا جدا، والله جربوا الطريقه ديت هتعجبكم جدا. ومش هتعملوا القرص الا بالطريقه بتاعتي دي بتاعت سمسمه، وانا واثقه من كده ان شاء الله يعني. بصوا بقى، دي البطاطسايه اللي انا قلت لكم عليها بقى مهروسه. خدت كده معلقه من البطاطس حطيتها في قلب القرصه كده بعد ما بططتها وقفلتها كده نص دايره. هحطها بقى دلوقتي في صاج لوحدها. عايزه اقول لكم ان البطاطستين دول اتعملوا معايا يجي بتاع مثلا 12 قرصه من دي. هحطها بقى كده، وطبعا هسيب بقى كل ده علشان هيرجع بقى يتضاعف حجمها وهترفع معايا. هي بصوا زي ما انا لسه حطاها اهو، والاتنين كيلو دي بقى عملوا لي 4 صاجات من دول. دلوقتي بقى كنا دلوقتي اللهم صل على النبي، كان الساعه 2 الظهر. دلوقتي بقى وضب الغدا بتاعي. قالت اهو الطعميه، وده بتنجان برضو متبل بتوم وطماطم وفلفل وليمون وخل وشطه وحاجه عظمه. وقالت بقى بطاطس كده صوابع، وخرطت كمان الطماطم ديت مكعبات. ومعايا هو ديت جبنه فلاحي من بتاعتنا. هاخد كده معلقه بقى كده ولا معلقتين، على معلقه طحينه، على معلقه زيت، على عصره ليمونه كده، او مش لازم ليمون برضو، الموجوده عندي ما لقيتش ليمون مش مشكله. هقلب بقى كل الكلام ده كويس بقى كده. وده بقى احلى غدا، الاكله الحرشه دي اللي تفتح النفس. الاكله الحرشه ديت تخلي الواحد يفضل ياكل ما يشبعش منها. انا طولي اكل حرش من ده وما فيش حد يقدر يقومني من على الطبليه. الاكل شكله يفتح النفس. تعالوا بقى اتفضلوا معانا بالف هنا وشفا ليكم. حطينا بقى الاكل اهوت على الطبليه. دلوقتي بقى حبايبي نتغدى. وكنت ولعت الفرن يسخن عشان اخبز القرص. وده شكل القرص بقى بعد ما خبزتها في الفرن. ما كنتش مصوره عشان النور كان قاطع. شايفين القرص شكلها عامل ازاي؟ جميله جميله جميله، لا مبرقعه ولا فيها اي حاجه خالص، ووشها زي ظهرها بالظبط. اهم حاجه وانت انا خبزاها في فرن البوتاجاز على فكره. لو انتوا بقى كده، لا اهم حاجه لفيفوا الصينيه عشان بتبقى واحده الولع على ناحيه القرصه ناحيه الشروقه بتبقى عامله شويه. شايفين بقى هشه ازاي وطريه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله عليه، جميله جميله جميله. تنفع بقى بعسل بجبنه باي حاجه للفطار. انا كمان بعملها اللي على سندوتشات، بفتحها كده بالسكينه وبعملها سندوتشات. وديت بقى اللي البطاطس اللي انا قلت لكم عليها اللي احنا حشيناها في الاخر. اما بتبقى ايام المدرسه بياخدوها برضو معاهم للسندوتشات. ممكن احشيها جبنه، ممكن احشيها لانش، ممكن احشيها لحمه معصجه، اي حاجه انت عايزاها. كل مثلا بنت بتاخد قرصين وخلاص. يا رب في النهايه يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حطوا